السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي الأعزاء، اللهم صل على سيدنا محمد. في البداية إن شاء الله بإذن الله عندنا بعض الموضوعات الهامة هنتكلم فيها مع بعض. أولها طبعا وأهمها رحيل ريبيرو. النهارده كان معمول له طبعا حفلة في النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب وبعض الأعضاء من مجلس الإدارة وطبعا بعض العاملين، وطبعا حفلة يعني جمهور الأهلي يقول لك يا عم حفلة ومش حفلة، لكن دي قيمة النادي الأهلي يا جماعة. الأهلي بيتعامل بقيمته مع أي حد بيجي بيخفق أو بينجح، ده شيء وارد في الرياضة، لكن نرجع كل الإخفاق أو الاختيار الخطأ كله يتحمله كاملا مجلس إدارة النادي الأهلي، بداية من كابتن محمود الخطيب المسؤول عن كل شؤون الكورة في النادي. كابتن محمود الخطيب هو طبعا هو من يتحمل المسؤولية الأولى. وانا بصراحه حمل الشرط الجزائي. طبعا الراجل له شرط جزائي 3 شهور، ولكن في تفاوضات مع المدير الفني. هو الراجل اتكلم بس في الحاجات الشخصيه، ولكن الامور الماديه قال لهم انتوا معاكم المحامي بتاعي. كده كل كلامه طبعا هيبقى فيه شهر ونص يبقى شرط جزائي، مش اكتر من كده يعني، ولكن هم هيتحملوا تبعات ده كامله يعني. طبعا الشغل الشاغل كله في النادي الاهلي طبعا بعد رحيل ريبيرو، ومين اللي هيخلف ريبيرو في قيادة النادي الاهلي فنيا. طبعا في بعض المرشحين، كان في كلام كتير على علي ماهر وعلى طبعا اللي هيمسك فترة مؤقتة يعني. كان في كلام ان كابتن علي ماهر يجي يمسك النادي الاهلي كفترة مؤقتة وبعد كده يمسك مع الراجل كمساعد ليه، ولكن كلام طبعا كان بيقول لك ان هو علي ماهر مش مرحب بإنه يكون موجود خلال فترة انتقالية وإنه يبقى موجود مع راجل تاني، ولكن كل ده الأساس له من الصحة يعني. اللي موجود طبعا اللي هيخلف ريبيرو كفترة مؤقتة هو كابتن عماد النحاس. وفي كلام برضه على كابتن سامي مصطفى، راجل محترم، راجل اشتغل مع الفرقة قبل كده وعارف الفرقة كلها، واشتغل قبل كده وأثبت نجاحات مع النادي الأهلي. كذلك الأمر بقى كان موجود أكتر من 50 سيرة ذاتية طبعا لمدربين كثر على ترابيزة النادي الأهلي، والأهم طبعا إنه يكون اشتغل قبل كده في مصر ويكون اشتغل في المنطقة العربية، ولكن أهمهم طبعا حسام البدري اشتغل قبل كده معاك، وجوميز جوزيه جوميز بتاع نادي الزمالك اللي راح قبل كده دلوقتي موجود في التعاون دلوقتي، وموسيماني برضه الناس قالت لك ان هو مطروح من ضمن الاسماء المطروحه بقوه على طاوله المفاوضات في النادي الاهلي. فطبعا انا لو تقول لي افضل يعني انا افضل لو متاح يبقى جوميز، راجل قبل كده اشتغل في المنطقه وعارف النادي الاهلي كويس ودارس المنطقه العربيه ودارس المنطقه الافريقيه ولعب في افريقيا قبل كده، اي نعم كونفدراليه، ولكن عنده الخبرات الاجواء الافريقيه والاجواء المصريه وعلى درايه كامله بفرقه النادي الاهلي وتيم النادي الاهلي. فانا لو هتقول لي افضل انا جوزيه، ولكن ياتي من بعد منه على طول حسام البدري، وكذلك الامر برضه بالنسبه لموسيماني. طبعا بقول لك دول كان لهم تجارب قبل كده وتجارب بدنيا ذهنيا، قبل ده وده يكون عنده المنتاليتي الشخصيه، اهم حاجه الشخصيه اللي عنده او العقليه اللي عنده. ما اروحش اجيب سي في، ولكن سي في يكون قوي، ولكن ممكن ينجح ممكن يفشل ما تنجحش التجربه، زي ما حصل قبل كده مع مارتن يول كان سي في كبير جدا، حاجه مصنفه عالميه، ولكن جه مع الاهلي ما نجحش وفشل ذريع مع الاهلي. كذلك الامر بالنسبه للازارتي، يعني انا بشوف من اهم اسباب الفشل يعني مريت باوقات نجاح كتير، ولكن نقطه فارقه كانت في مرحله كبيره كابتن سيد حفيظ يا جماعه، راجل منتاليتي وشخصيه، راجل يعرف امتى يتعامل مع اللعيبه بشد بحزم، امتى يتعامل مع اللعيبه بدين، مصاحب كل اللعيبه، تلاقيه حتى لو وقع عليك غرامه وقع عليك عقوبه
انت متاكد 100% ان هو الراجل ده على صواب او على صح، واحذرك منها بدل مره اتنين وتلاته. فدي مش سهل ان هي تلاقيها في اي شخصيه، ان يقدر يتعامل معاك بشخصيه وانت تبقى حابب الشخصيه، ويكون في نفس الوقت حاسم وحازم في نفس الوقت. كان بيجمع بينهم طبعا كابتن سيد حفيظ. لازم يكون عندك في الفتره ديت حد يقدر يسيطر على اوضه اللبس وعلى شخصيات اللعيبه دي كلها، ويبقى فارض الشخصيه بنفس الوقت بحب يعني بحزم. لازم يكون في حزم وحب، كذلك الامر الحاجتين الاثنين لازم يكونوا مجتمعين. فطبعا انا بشوف ان سيد حفيظ طبعا ساب فراغ كبير، خاصه ان مشي سيد حفيظ في فتره اصلا يعني كان الاهلي اكل الاخضر واليابس، كان مسيطر على كل حاجه، كان فتره نجاحات كبيره. فما اعرفش ازاي مشي سيد حفيظ او ايه السبب اللي مشي سيد حفيظ. كذلك الامر برضه احنا مشينا وجينا على حد كان شخصيه كبيره وكان باين عليه في طفره فنيه وفي الشخصيه وفي القياده وفي محمد شوقي. الاهلي برضه ضحى بيه لما جه ريبيرو. ضحينا يعني بكادر كبير، كادر اداري هيبقى له شخصيه كبيره وله شأن كبير في محمد شوقي، سواء على المستوى الفني او على المستوى الشخصي. بيجمع ما بين ده وما بين ده برضه الاقناع والشخصيه والحزم. محمد شوقي فرطنا فيه برضه. فطبعا بشوف ان ده برضه يعني من اسباب الفشل الذريع اللي احنا فيه اليومين دول. طبعا جزئيه كبيره وهي بدايه الاصلاح. بدايه الاصلاح تيجي منين؟ زي ما اتكلمنا على كابتن سيد حفيظ ان هو كان من اسباب الفشل، فلازم بدايه الاصلاح لازم يرجع كابتن سيد حفيظ يبقى مكان كابتن محمد يوسف، يبقى على راس قلنا الجهاز الفني مدير رياضي. هو ده راجل المرحله الحاليه دلوقتي، علشان بيجمع زي ما قلنا بين الشراسة والشخصية والحزم. كذلك الأمر في إن هو هين مع اللعيبة، يعرف يتعامل معهم شخصيا، لا يعني قريب منهم في السن، يقدر يحتويهم، يعرف يتعامل معاهم، يعرف يبقى في لينك ما بين الاثنين. دي بداية الإصلاح. كابتن سيد حفيظ لازم يرجع، هو ده راجل المرحلة الحالية دلوقتي، خاصة إن عندك نجوم كتير جدا ما كانش في حد يقدر يسيطر عليهم، هيبقى في مشكله كبيره عندك. كذلك الامر بالنسبه للمدير الفني. انا اشوف ان لازم يكون معرفش يجيب حد اجنبي كويس كبير، حد يكون شخصيه قبل اي حاجه، يكون منتاليتي عالي، شخصيه يقدر يسيطر فنيا، يتعامل زي ما قلنا ذهنيا وفنيا مع اللعيبه. ده اللي يقدر فعلا يسيطر على هذه المرحله كابتن حسام بدري. بعيدا بقى عن ان يا جماعه لازم نحط مصلحه النادي الاهلي في المقام الاول. هو ده راجل المرحله من وجهه نظري. لو ما قدرتش تجيب مدير فني زي ما قلنا، وهو هيكون قبل كده سبق له زي ما اتكلمنا في قصه المدير الفني، سبق له الدرايه الفنيه بالمنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه والقرى المصريه. طبعا زيزو نزل بيان اعتذار على صفحته الشخصيه، بيعتذر طبعا لجمهور الاهلي على الاداء وعلى الشكل والروح والعزيمه، فده طبعا اعتذار مقبول من زيزو. طبعا هو متحمل المسؤوليه كامله، خاصه بعد الوعد اللي وعده الجمهور ان شاء الله باذن الله الكلام ده مش هيحصل، مش هيتكرر تاني، وده اصلا من النادر حدوثه ان يبقى في بعض الشامتين، ودي حاجه ما بتحصلش كتير في النادي الاهلي. وطبعا بيشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم وعلى المسانده. فطبعا زيزو اعتذار مقبول، وان شاء الله باذن الله هو والفرقه كلها يعملوا شغل عالي ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه، ويقدروا يثبتوا نفسهم ويقدروا يحطوا نفسهم في المكان الصحيح او في المكان اللي هو الطبيعي. المكان الطبيعي يا جماعه، احنا فرقه زي ديت احنا يعني املين فيها ان هي تاخد كل البطولات، تكتسح كل البطولات. وان شاء الله باذن الله لو جبنا مدير فني بالشخصيه والمنتاليتي ده، ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكتسح كل البطولات. طبعا زي ما احنا شفنا امبارح الزمالك يعني هزم هزيمه ساحقه، هزيمه مستحقه. قلنا يا جماعه الزمالك بيعتمد على فرديات، جزئيات معينه، يعني
حتى لو انا هبقى ان شاء الله باذن الله هعمل بعض اللقطات كده هجمع فيها كل اهداف نادي الزمالك، هتلاقيها بمساعده مدافعين الخصم. المدافعين هم اللي بيهدموا الجون. حتى امبارح الجون اللي جابوه من في وادي دجله ما فيش كوره اصلا ملعوبه خالص، ولا تكتيك ولا جمله تكتيكيه ولا جمله فنيه متفق عليها ولا اي حاجه. كذلك الامر بالنسبه للاهداف اللي دخلت كلها قبل كده. امبارح الزمالك اتهزم وكان يقدر يخسر بنتائج كبيره اكبر من كده بكتير. محمد صبحي طبعا تألق امبارح وزاد عن مرماه، بدل الفرصه 2 و3 شال اكتر من جون. كان يقدر وادي دجله يطلع امبارح كسبان 4 و5 بالفرص، فرص محققه اهدرها لعيبه وادي دجله. وطبعا الزملكاويه او نادي الزمالك متعود طبعا على كده، ويعني ما حبش بقى طبعا يعني يزعل جمهور الاهلي يومين 2 ورا بعض، وما قبلش الهديه كالعاده يعني الحمد لله. ايا كان حتى الزمالك كان كسب او ما يعني حتى لو كسب، انا عندي ثقه في فرقه نادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان الدوري اهلاوي، ولكن ان شاء الله باذن الله ده كمان زود الدوافع عند اللعيبه ويزود الدوافع عند الجماهير بعد خساره نادي الزمالك امبارح. مش عايزين ننسى الاداء اللي عامله امبارح مدرب وادي دجله محمد الشيخ عامل بصراحه اداء رائع خلال السيزون ده، عامل طفره في اداء وادي دجله. اتفرج على وادي دجله ده يا جماعه، ده الفريق بقى. اتفرج على فرقه وادي دجله بتلعب كوره عشان كده في نتائج، في بوادر النتائج، في اداء على ارض الملعب. يعني الزمالك لا اداء ولا روح ولا اي حاجه ولا اي شكل، مفيش شكل لنادي الزمالك خالص. فوادي دجله امبارح المدرب بتاعه مدرب كبير جدا محمد الشيخ. كذلك الامر برضه بالنسبه للمدربين، اشوفهم افضل 2 مدربين لحد دلوقتي في الدوري المصري، محمد الشيخ ونبيل الكوكي مدرب فرقه المصري. بصراحه عامل اداء كبير جدا جدا مع لعيبه كتير، وعامل طفره طبعا مع عمر الساعي اللي شفناه بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا كلها. طبعا عندنا خبر تاني، قائمه المنتخب الاول طبعا اعلن عنها امبارح كابتن حسام حسن، اللعيبه المتواجده المحترفين والمحليين، ولكن عليها تعليق كبير لمروان عطيه. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لمنتخب مصر في المباراتين القادمتين في تصفيات كاس العالم. ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره، بنسبه اكثر من 80% ان شاء الله باذن الله المنتخب صعد لكاس العالم. فطبعا عندنا الماتش القادم ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 10 ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق. ولكن مروان عطيه في القائمه فدي عليها علامه استفهام كبيره. مروان عطيه اصلا مشارك مع النادي الاهلي خالص خلال الفتره اللي فاتت، ما لحقش اصلا يعني ما اشتركش مع النادي الاهلي حتى لو في تمرينه. انا اعتقد اخر تمرينه اللي ممكن يكون شارك فيها بعض الوقت، ولكن اشوف ان لازم يكون في قرار من الجهاز الطبي للاهلي. وبالفعل النهارده قدم الجهاز الطبي ما يفيد لجهاز المنتخب ان مروان عطيه يعني الحاله الصحيه بتاعته لا تسمح بالاشتراك في المباريات في الفتره الحاليه. فانا اشوف ان لازم مروان عطيه لا يشارك في خلال المباريات القادمه مع المنتخب، حفاظا على سلامته وحفاظا على سلامه اي لعيب. سيبك من اهلي او زمالك او كذا او اي لاعب عامه يعني عنده لسه ما حصلش الاستشفاء بتاعه بشكل طبيعي او 100% او مليار في المية، لا يتم الدفع بيه ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه حفاظا على سلامه اللاعب قبل اي شيء. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. لا تنسونا ان شاء الله من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل